وعلى ذكر الولاء والبراء أحب أن أرسل رسالة كافة من المسلمين إلى علمائنا الذين هم ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى مشايخنا ودعاتنا المجتهدين، وخاصة الذين هم نشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. ما هي كلمة التوحيد يا منتصر؟ لا إله إلا الله. وما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. وأين الله؟ الله في السماء فوق العرش فوق جميع المخلوقات. وما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ معناها أن الله أرسله للعالمين بشيرا ونذيرا. وماذا يجب علينا تجاه رسول الله؟ يجب علينا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وعدم معصيته، ولا يعبد الله إلا فيما شرع، وهو الاقتداء بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولماذا خلقنا الله تعالى؟ خلقنا لعبادته وحده لا شريك له. وما هي العبادة؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أذكر شيئا من الأقوال الظاهرة. الأقوال الظاهرة مثل ذكر الله باللسان من التسبيح والتحميد والتكبير. واذكر شيئا من الأعمال الظاهرة. الأعمال الظاهرة مثل الصلاة والحج. واذكر شيئا من الأقوال والأعمال الباطنة. التوكل والخوف والرجاء. وما هو أعظم واجب علينا؟ توحيد الله تعالى. وما هي أنواع التوحيد؟ للتوحيد 3 أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وما معنى توحيد الربوبية؟ هو الإيمان بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر وحده لا شريك له. وما معنى توحيد الألوهية؟ هو إفراد الله بالعبادة فلا يعبد أحد إلا الله. وما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ هو الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. وما هو أعظم ذنب؟ الشرك بالله تعالى. فما هو الشرك؟ الشرك هو أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى. وما هي أنواع الشرك؟ للشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. ما هو الشرك الأكبر؟ مثل دعوة غير الله تعالى أو السجود لغير الله تعالى أو الذبح لغير الله تعالى. والشرك الأصغر؟ مثل الحلف بغير الله تعالى أو الرياء. ما معنى الرياء؟ كأن يصلي الرجل فيعلم أن هناك من ينظر إليه فيحسن صلاته رياء. وهل يعلم الغيب أحد غير الله؟ لا يعلم الغيب إلا الله وحده. وما هو تعريف القرآن؟ هو كلام الله تعالى وليس بمخلوق. وما دليلك أن القرآن كلام الله؟ قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أحسنت، بارك الله فيك. ما هي السنة يا منتصر؟ هي كل قول أو فعل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هي البدعة؟ البدعة هي كل ما أحدثه الناس في الدين ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. وما هو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ المعروف هو الأمر بكل طاعة لله عز وجل، والمنكر هو النهي عن كل معصية لله عز وجل. وهل يقبل الله غير الإسلام دينا؟ لا يقبل الله غير الإسلام دينا. أحسنت. ما هي كيفية الكفر؟ للكفر 3 كيفيات: كفرا بالقول وكفرا بالعمل وكفرا بالاعتقاد. أعطني مثال للكفر بالقول. مثل سب الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثال للكفر بالعمل. مثل إهانة المصحف أو السجود لغير الله تعالى. ومثال للكفر بالاعتقاد. الاعتقاد أن هناك من يستحق العبادة غير الله تعالى، أو أن هناك خالق مع الله تعالى. طيب ما هي أنواع النفاق؟ للنفاق نوعان: نفاق أكبر ونفاق أصغر. ما هو النفاق الأكبر؟ هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان. والنفاق الأصغر؟ مثل الكذب وإخلاف الوعد وخيانة الأمانة. ما هي دار المؤمنين؟ الجنة. ودار الكافرين؟ النار. هل الإيمان قول وعمل؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد. وهل الإيمان يزيد وينقص؟ نعم، الإيمان يزيد
ينقص بالمعصية. وما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومتى تكون الأعمال مقبولة عند الله؟ بشرطين: إذا كانت خالصة لوجه الله تعالى، وإذا كانت على سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هو التوكل على الله؟ هو الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. أذكر عقيدة الولاء والبراء. الولاء هو محبة المؤمنين ونصرتهم، والبراء هو بغض الكافرين ومن يعادي المؤمنين. وعلى ذكر الولاء والبراء أحب أن أرسل رسالة كافة من المسلمين إلى علمائنا الذين هم ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى مشايخنا ودعاتنا المجتهدين، وخاصة الذين هم نشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء. إن الوضع الذي نعيشه اليوم يحتاج إلى تكثيف الدروس حول عقيدة الولاء والبراء، فإن دروسكم عن عقيدة الولاء والبراء التي قبل عقد أو عقدين من الزمن ليست رائجة في وقتنا الحالي، وأن إعادتكم اليوم لهذه الدروس في ظل ذروة التواصل الاجتماعي هي بمثابة تحريك مياه الإسلام الراكدة التي تشكلت في قلوبنا نحن عامة المسلمين. وأرجو من المشاهدين الكرام أن يشاركوا المقطع حتى تصل رسالته إلى علمائنا. وحفظكم الله جميعا أئمة وأمة.